يا جماعة لما أعرف الأستاذة مروة هتروح على فين أكيد إن شاء الله هبقى حاضر معاها أو حد من المكتب عندي، لأن أنا مش متواجد حاليا في القاهرة وكلكم عارفين الكلام ده من امبارح أظن يعني. أستاذة مروة في اسكندرية، وبنسبة كبيرة جدا إن ممكن تنزل على الجيزة، لأن عنوان الأستاذة مروة تابع لمحافظة الجيزة. أكيد حتى لو أنا ما قدرتش إن أنا أروح، في زميل من مكتبي هيحضر إن شاء الله معاها. وما تقلقوش، دي إجراءات عادية جدا يعني، هيتحقق معاها في الكلام اللي كانت بتقوله لما نشوف إيه اللي موجه ليها. يعني كانت هربانة، لا مقيمة في اسكندرية، اطلع يلا من هنا، ولا اطلع يا بت من هنا. اللي تبع مجموعة أجز دوت بتاع التهديد والابتزاز الشتايم، يلا يلا يا أليكس، يلا يلا بره، اطلع بره يا خدام، اطلع بره. قاعد تكلم ايوه يا استاذه فريده، اصلا يا راجل حتى مش عارف تتكلم، مش عارف تتكلم كلمتين على بعض، اطلع يا خدام. خدامين ما شاء الله كتار عندهم يا معالي المستشار. طبعا ده طالع عاوز ايه، يدخل في وسط الكلام يستخف دمه كده وهم بيتكلموا هي والاستاذه فريده وبتاع، ويظهر نفسه وانا عايش في نيوزيلندا وانا معايا الجنسيه النيوزيلنديه. يعني اتنازلت عن الجنسيه المصريه، صح كده؟ انتوا مش اتهمتوا الراجل لما قال انا معايا الجنسيه الالمانيه انه باع بلده؟ امال انت اتنازلت عن الجنسيه المصريه ليه؟ ورحت تاخد جنسيه بلد تاني ليه؟ طالعين يدعوا، يعني طالعه تدعي ليلى ان هي عملت كده بنفوذها، يعني ما شاء الله. طيب ام عدي اخدتك رايح جاي لمده يعني 7-8 شهور، ما شفناش جمدانك دوت، وقبلها كروان مشاكل ما شفناش جمدانك دوت، ما شفناش الكلام ده. انت بتكذبي. لا مروه، استاذه مروه هانم، لما تم القبض عليها تم القبض عليها اجراء قانوني عادي جدا، انما انت لا نفوذ ولا كلام من دوت. انا فاكر مواضيع كان مشاكل فضل يشتم فيكي ويهزق فيكي فتره، بعد الاجراءات القانونيه العاديه اتحل المحاكمه. ام عدي اخدتك رايح جاي لمده 7-8 شهور، كنت كل شويه تطلعي بتعيطي والبلطجيه ودي بتعمل لي ودي واخداني رايح جاي، برضو ما حصلش حاجه يعني، ما حدش قال لي كده ده تعالي اصل احنا هنا انت واصله وتعالي نعمل لك ونسوي لك، ما فيش الكلام ده. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ ام عدي مش اخدتك رايح جاي كام شهر كده، وطلعتي كنت كل شويه تطلعي وتجيبي شويه صحافه صفراء وشويه عيال من بتوع الترندات الهابطه، وتقعدي تقولي لهم ده عامله فيا واخداني رايح جاي ومبهدلاني، وبالله عليكم شوفوا وانا بناشد وانا بعمل والكلام من ده. طالعه دلوقتي على حس الاستاذه مروه تدعي ان انت بنفوذك عملتي كده؟ لا طبعا، انت بتكذبي يا ليلى. انت بتكذبي، انت اخرك تجيبي مجموعه الواد اليكس كده تمام وتخليه يفتح يقعد يشتم فيها، تزقيه عليها يقعد معاها يعمل مكالمه مفبركه عشان يحاول يعمل بلبله اكثر واكثر، يرمي بلاء على حد. فهماني؟ تجيب شويه الخدامين بس يعني يقوموا بالواجب، انما نفوذ وكلام من دوت وباتصالاتي ومش باتصالات. انت هتعيشي، ما تعيشيش الدور على الناس. انت قاريني،
ايه الكلام الفاضي ده؟ يا جماعه ما تقلقوش، دي اجراءات قانونيه عاديه، ممكن تلاقوها عادي جدا. هيتاخد، احنا اول حاجه ما نعرفش ايه الاتهامات الموجهه للاستاذه مروه، وتم القبض عليها بخصوص ايه تحديدا. اي حد يغلط في الدوله او قيادات طلعوه فورا، اعملوا له كتم فورا. اي حد يتجاوز في التعليقات على الدوله او على الساده المسؤولين اعملوا كتم فورا وطلعوه بره، ارموهم بره. احنا في دوله قانون، دي واحده كذابه طالعه عاوزه تاخد اللقطه، عايزه تكذب على الناس بتليفوناتي واتصالاتي. ما تصدميش من اليكس، لان اليكس ده طول عمره كده، تاريخه على البرنامج هنا يعني شاهد عليه. انا بس شفت الفيديو، اتفرجت على المقطع اللايف. انت هتعيشي ولا ايه؟ انت هتعيش على الناس؟ فانا بس بثبت للناس ان انت بتكذبي. احنا في دولة قانون، دي اجراءات قانونية عادية جدا. انا ممكن اقدم قبض عليه، ممكن الشرطة تستدعيه، مفيش مشكلة. انما انا والحديد اللي اتنى. واصل انا بشكرك ان حضرتك عملت اتصالات عشان خاطري، وعملت ده كله عشان خاطر ليلى، زي ما عملت معايا في كل المشاكل السابقة. فانا بعرف الناس ان معدية اخدتك رايح جاي 7-8 شهور واكتر، ما عرفتيش تعملي حاجة من الكلام ده. كانت الخدمة غير مفعلة ولا ايه؟ يا جماعة أنا اتأكدت، الخبر صحيح، الخبر صحيح. تم القبض عادي على الأستاذة مروة، أو تم اصطحاب الأستاذة مروة من أفراد الشرطة. ده شيء عادي جدا، مفيش أي مشكلة فيه. طبعا المرتزقة بيدخلوا في وسط التعليقات، ده مش أسلوب محامي. ده أنا قاعد بتشتم بقالي 3-4 أيام، وهم قاعدين بيشتموني 3-4 أيام، ما غلطتش في حرف واحد. قلة أدب وسفالة وخطف العرض والشرف وتهديدات وكلام كتير جدا، مع إني ماليش علاقة بالموضوع. زعلانين بس لما بثبت للناس إن هي كذابة مدعية، والله مدعية. هي بتعمل كده يمكن تصطاد لها زبونين 3 يا جماعة، يكونوا من خارج مصر، ولا ناس برضو من الناس يعني يقولوا إيه الست دي جامدة، الست دي واصلة، دي عملت تليفون يعني بهدلت الدنيا، وهي كذابه بتكذب. انا بقول لكم والله، انا كنت شاهد على ام عدي دي اللي اخدتها رايح جاي، فسحتها والله. حتى لما جت تفرد نفسها بموضوع البلطجه، الست كانت بتقول لها انا نازله اعدالك في رمسيس قدام السوبر جيت، اذا كنت حاجه تعالي ولا ابعتي اللي عندك. يعني لا سدتي معاها كده ولا كده. فما تطلعيش بقى تعملي لنا بقى بطلة رفع اثقال والجو ده. ام عدي اسكندرانيه جدعه، ايوه الست دي جدعه، والست مؤدبه على فكره، ما بتغلطش في حد. انا ما فيش علاقه ما بيني وما بينها، بس دي ست مش بتسعى للمشاكل مع الناس. انا تابعتها شويه كده من بعيد ساعه المشكله دي، لقيتها ما بتسيرش المشاكل مع الناس، ما بتحبش تزعل حد ولا تغلط في حد. انما التانية كانت شايفه نفسها شويه، فجت ام عدي خدتها رايح جاي. دي حقيقه يعني. قعدت برضو تعمل الشغل دوت اللي هو جو المرتزقه وبتاع، بس برضو ام عدي ايه، كان ليها حبايبها برضو وناس معارفها وكده، فكانوا برضو موجودين على السوشيال ميديا معاها، ليها متابعينها. مين هيبقى معاها في التحقيق؟ على فكرة يا جماعة، لو في فعلا هيتم عرضها على نيابة الجيزة، الموضوع ده ممكن يستغرق ان هي ما تتعرضش بكرة، او ممكن تتعرض بكرة مسائي او كلام من ده. انا هبعت محامي ان شاء الله لحد ما اوصل باذن الله انا القاهرة.
واحد قال في اللايف ان بواب عمارتها قال انه اتقبض عليها، معناها انهم عارفين مكانها فين والبواب بلغهم. هي كانت مشتكيه لي من البواب، سبب ما انا اتواصلت مع صاحب العقار من يومين ثلاثه ان هي كانت اشتكت من ان البواب والبوابه بيمشوا وراها بيتابعوها. هي كلمتني فعلا وقالت لي كده، قالت لي البواب والبوابه بيمشوا ورايا وبيلقحوا عليا كلام كده. وانا اتصلت بصاحب العقار وقلت له خليهم يلزموا حدودهم شويه. وصاحب العقار الراجل اتكلم معايا باحترام وقال لي حاضر عينيا الاتنين وانا هنبه عليهم وكلام من دوت. وهي كانت قايله لي ده انا منين ما بمشي، يعني لو نزلت اجيب طلبه بيمشي ورايا، البواب بيبقى ماشي ورايا. مطلعه لي النهارده مجموعه المرتزقه بتوعها السويسي بتاع شحن العملات اللي بيأجر ناس تشتم على الناس في البرنامج، وبيطلع يدعي كده، يقعد يقول انا اتجوزت فلانه، ويقعد يرمي بلاء على الناس الكبيره في السن حتى لمجرد انها ممكن تكون قالت له خليك محترم ولا مؤدب، يلا عديم المبدأ والشرف. ومطلع لي مهبه بالكتيبه، كتيبه الهليبه، هو والراجل اللي اسمه منصور الشايب العايد دوت، اللي كان بيحرض المرتزقه اللي على البرنامج يقول لهم انتوا تمام وبالتوفيق ان شاء الله زي متولي كده. كتيبه قال مصر دوله مؤسسات، كتيبه دي كتيبه خالتك.